صباح الخير على كل جمهورنا الكريم، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم وفيديو جديد بأسعار مواد البناء في السوق المصرية لصباح التعاملات ليوم السبت الموافق 2/3/2024، وانخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء. كل ما تنوي حضرتك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمعرفة أسعار المنتجات في قناتكم من أسعار اليوم. بننزل أسعار مواد البناء، أسعار الذهب، أسعار الخضروات، أسعار بورصة الدواجن، كل ما يهم المواطن المصري في السوق المحلية بكل شفافية وكل مصداقية. وجاءت أسعار مواد البناء كالآتي. وهنعرض لحضراتكم الأسعار الحديث في البداية، ولكن عاوز أوجه لحضراتكم معلومة إن الأسعار ديت أسعار للمستهلك وبتختلف من مكان لآخر، وعملية عرض وطلب بتختلف من تاجر لآخر. يعني الوجه البحري خلاف الصعيد بسبب وسائل النقل والمواصلات وتكلفة أعلى فبيكون أعلى في السعر. بالنسبة لأسعار الحديد جاءت كالآتي: حديد عز 55,000 جنيه، حديد بشاي 54,000 جنيه، حديد العتال 53,000 جنيه، حديد المعادي 52,000 جنيه، حديد الكومي ب52,000 جنيه، حديد المراكبي 54,000 جنيه، حديد عطية 52,500، حديد العشري ب51,000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فجاءت كالآتي: أسمنت المسلح ب1950، وأسمنت النصر ب1910، وأسمنت المنيا ب2060، أسمنت سيناء ب1920، أسمنت أسيوط ب2250، أسمنت وادي النيل ب1900، أسمنت المعلم ب1980. أما بالنسبة لأسعار الطوب: طوب أحمر طفلي مقاس 13 في 12 في 25 ب2300 جنيه. طوب أحمر مقاس 6 في 11 في 24 الألف ب1000 جنيه. طوب أحمر 12 في 11 في 24 الألف ب1600. أما بالنسبة لأسعار الطوب الأسمنتي: فالطوب الأسمنتي مصمت أو مقفول 20 في 20 في 40 الألف ب9000 جنيه. طوب أسمنتي مقفول 12 في 20 في 40 ب6200. طوب أسمنتي 25 في 12 في 6 الألف ب1500. أما بالنسبة لأسعار الرمل فمتر الرمل ب90، ومتر الزلط المكسر ب280 جنيه. كده أكون قدمت لحضراتكم أسعار مواد البناء لصباح التعاملات ليوم الجمعة الموافق 1/3. كل ما حضرتك الاشتراك في